بس بذمتك يا اخي، ايه رايك في المهاجم؟ ايه رايك في اسامه ابو علي؟ ايه رايك في نجم النادي الاهلي؟ ايه رايك في افضل لاعب في مصر حاليا؟ ايه رايك في المهاجم الحقيقي؟ ايه رايك في مهاجم الصندوق اللي زي ما الكتاب بيقول؟ ما يفكك بقى من المهاجمين المحطه، ومهاجم اصل بيعرف ينزل يستلم، واصل بيعرف ده. شوف بيعمل ايه النهارده، بيعمل اي منكش في ال 18. هوب كره طايشه هجيبها جول، كره رايحه اصلا طلع ضربه مرمى هروح اجري عليها واعمل احتكاك واخد ضربه جزاء، ثرو اصل عمر كمال هجري عمر كمال اللي نازل ما بقالوش دقيقه واخليه يجيب جول. ايه رايك في المهاجم؟ هو ده المهاجم. انما اي حاجه تانية والله العظيم ولا كان تمت للمهاجمين بصله. فكك بقى تجيب كهربا وينج فحطه مهاجم، شريف وينج فحطه مهاجم، مش عارف نجيب مودست كان قاعد دكه، وسام كان قاعد دكه المودست. يا راجل تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي انت؟ اقنعني بغض النظر عن المعلق اللي ينيم، معلق مقرف، معلق مباراه. انت تعلق على تنس، سكواش، باسكت، انت ما تعلقش على كره قدم. ما ينفعش تبقى معلق لكره قدم والله العظيم. والعك اللي حاصل النهارده، النادي الاهلي رغم السكور الكبير اللي فايز بيه النادي الاهلي، من اسوأ مبارياته النهارده النادي الاهلي. مروان عطيه من اسوأ لعيبه النادي الاهلي، وبرده جوه الملعب، وبرده مصر ان هو يفضل في الملعب. اكرم توفيق قلنا نلعب ب1-6، قلنا نلعب. انت ما بتلعبش بايرن ميونخ، ما بتلعبش ريال مدريد، انت ما بتلعبش سيراميكا كليوباترا، بتلعب الداخليه، سموحه، بيراميدز، الزمالك. انت ما بتلعبش فرق تخوفك يا حبيبي. ليه 2-6 في الملعب واثنين ما لهمش وجود؟ ايه رايك؟ هو اكرم هو الوحش بتاع نص الملعب. خلاص بعد طبعا ما مشيت ديانج، لان نيدفيد افضل من ديانج اكيد طبعا كلنا عارفين الكلام ده، فهتقعد نيدفيد، فمشينا ديانج، ففقدنا ديانج، ففقدت حمدي فتحي، فبقى عندك اكرم قوي في الحته دي، قوي في مركز 6، قوي في نص الملعب، مش محتاج اتنين جنب بعض. الموضوع مش اصل سيراميكا مش ماسك عليك كوره 90 دقيقه. ما انت دلوقتي انت ما عندكش غير فسيب اكرم، امام 8، قفشه 10، ادي حريه للعيبه، بدل ما مقعد لي حسين وتو على الدكه انزل اعمل كثافه عدديه. انت النهارده ماتش نايم، ماتش تعبان رايح منك، نص ملعب الاهلي رايح منك، خط دفاعك يضحك. ايه رايك في ربيعه وعبد المنعم؟ عبد المنعم يا حبيبي عايز تمشي اتكل على الله، مش ماسكين في حد والله العظيم، عايز تمشي اتكل على الله. ربيعه انت سيء يا ربيعه، انت سيء والله العظيم، وللاسف من سيء لاسوء. لا باص صح، ولا تمريره صح، ولا كره طوليه صح، ولا قادر تخرج الكره فيرست تايم صح، ولا عارف تعمل اي حاجه في الملعب. محمد هاني انت حبيبي هاني، انت حبيبي وانت عارف رايي فيك ايه. مش هتكلم كتير على محمد هاني. كريم فؤاد هو اللي كان حماسي شويه، كريم فؤاد هو اللي كان واخد، مش هقول لك واخد تعليمات بزياده، لا يعني اصل انت ما بتلعبش برضه، يعني ما بتلعبش في فريق مرعب يعني. فكريم فؤاد كان هو اللي مدي نشاط شويه للجبهه الشمال، شويه كان بيميل امام، شويه كان بيميل قفشه معاه. ما هو انت ما بتلعبش بوينج، انت بتلعب بايرن ميونخ، فبتلعب لي ب3 في نص الملعب، فساحب وينج، فمزود لي نص ملعبك ب2-6. يا عم ليه 2-6؟ هو مدرب فاهم واحنا على الله. نيجي لحبيب قلبي وسام، انا بحبك والله العظيم بحبك. انا من زمان ما شفتكش، من زمان ما شفتش مهاجم كده. مش هقول ازارو طبعا كان مهاجم كويس وكل حاجه، الكواليتي ده في النادي الاهلي اهم حاجه بالنسبه لي الاستمراريه. استمر يا ابني والله العظيم لا تبقى من افضل مهاجمين النادي الاهلي على مر التاريخ. نيجي الانشط لاعب في نص الملعب هو محمد مجدي قفشه، هو اللي دايما عنده الحل، هو اللي دايما ماسك كورته، هو اللي دايما رافع عينه، هو اللي دايما تمريراته سليمه مليون في الميه. امام عاشور يا امام انت محتاج تقعد دكه شويه، والله العظيم انت محتاج تقعد دكه شويه. للاسف الجمهور نفخك وانت اتنفخت قوي على الفاضي، انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، سنه اولى لسه نادي اهلي. فكك، انت خدت افريقيا، لا مؤاخذه بيبقوا قاعدين على الدكه بقالهم سنتين ثلاثه ومعاهم 2-3 افريقيا، ده العادي بتاع الاهلي. فانت لسه سنه اولى اهلي، وبالاستهتار وبالرعونه دي حاجه مش مفهومه بالنسبه لي. عشان يكون شوط اول من النادي الاهلي شوط سلبي، شوط فيه ميس باص، شوط فيه المفروض يبقى فيه لا مركزيه في الملعب، دي ما شفناهاش. المفروض يبقى فيه تنوع في اللعب، ده ما شفتوش ومش هتشوفه. الوينجات مش شغاله عشان ما فيش وينجات، ما فيش غير قفشه مش وينج، قفشه صانع لعب، بس هنلعبه وينج عشان كولر بيفهم، وكولر مدرب فاهم، وقفل الشوط الاول على كده عشان يدخل النادي الاهلي الشوط الثاني خير اللهم اجعله خير في الدقيقه 50 هدف للقندوسي. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ يعني مش عارف اهاجم ماشي، مش عارف امسك كرة في نص الملعب اوكي، بلعب ب3 ديفندرات تمام، مش عارف ادافع، مش قادر ادافع، مش قادر اخد بالي من اللاعب اللي جاي عامل اوفرلاب من هناك من اخر الدنيا، مش قادر اخد بالي من حاجه زي كده. وبكل سذاجه هو والمرمى لا يسال عليها الشناوي سيء جدا، بس لا يسال على هدف.
مش قادر افهم. قلبين دفاع تايهين عشان تيجي بعدها كوره من لا شيء لنجم النادي الاهلي، نجم الفتره الحاليه في النادي الاهلي، لاسامه ابو علي، ويعمل لك ضربه جزاء من الهوا من لا شيء، وهي ضربه جزاء. فكك من الهجص اللي هيتقال بقى والتحكيم والكلام ده، احنا بنكسب بالتحكيم، عاجبنا، احنا بنحب التحكيم. فضربه جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 59 تتنفذ في الدقيقه 64. انت متخيل العبث بتاع الكره المصريه؟ عشان يدخل يتصدى لها من اسوأ لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره امام عاشور، علشان لما بيبقى لاعب او اتنين في النادي الاهلي فايقين بيصنعوا لك الفارق. لاعب زي وسام النهارده صنع جونين وسجل جونين، هو اللي قدر يصنع لك الفارق في مباراه كانت ممكن تتصعب عليك كتير. نيجي للتبديلات في الدقيقه 71 بينزل ندفيد، وحسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل. ديانج يمشي وندفيد في الملعب، عمر كمال قاعد دكه وهاني بيلعب. مش قادر افهم، بس هو مدرب. وينزل الشحات ويخرج قفشه ورضا. طب مروان عطيه وحش من اول المباراه، ميس باص من اول المباراه، تايه في نص الملعب، بس هخرج قفشه عشان قفشه احسن واحد. نيجي للتبديل اللي بعدها في الدقيقه 93. انا ما بحبش بقى التبديلات اللي هي عارف انت اللي هو بضيع بيك وقت نفسيا للاعب، دي مش حلوه نفسيا للاعب. عمر كمال اللي هو واقف بياخد التعليمات، هو ملوش نفس اصلا يسمع المدرب، باين على وشه، ملامح وشه بتتكلم. انت واقف بتنزله 93 يا عم. عمر كمال ده لعيب اثر معانا في حاجه؟ اللاعب اصلا طب هل محمد هاني مكسر الدنيا مثلا، مكتسح؟ اكيد لا. عشان ربنا يكافئه، وبعد هدف وسام في الدقيقه 96 وسام ابو علي يقوم مديله كوره بيقول له انت وضميرك بقى. والواد عمر ضميره سالك ونيته سالكه. والهدف الرابع للنادي الاهلي عشان يكون مجمل المباراه. سيبك بقى من التبديلين اللي في الاخر، ياسر وكهربا شغل تضييع وقت، هم نزلوا الحكم صفر والدنيا كانت جميله. في النهايه مباراه اقل من المتوسطه من النادي الاهلي، هفضل اقولها لحد ما نحسم بطوله الدوري. اهم حاجه هم ال3 بونت رغم الاداء السيء، رغم العلامات الاستفهام اللي على لعيبه كتير. واول واحد من وجهه نظري اللي عليه علامه استفهام هو مارسيل كولر، اللي بيفضي عليك الفرقه. وحط الكلمه دي بين قوسين وحط تحتها مليون خط. مش قادر افهم اداره الاهلي وضعها ايه من حته ان انت تمشي لاعب وتجيب لعيبه طفش وتجيب صفقات طفش. الدنيا مش مفهومه بالنسبه لي. نعدي السيزون على خير ونحسم بطوله الدوري، ويبقى لينا كلام كتير قوي على حته التعاقدات والصفقات، ساعتها مش هنرحم حد. بالتوفيق للنادي الاهلي، سلام.